اوعى تتغر في الوجوه السهتانة والضحكة الناعمة. عشان صباح اللي قتلت 5 من أهل جوزها واحد ورا التاني ومحدش عرف إلا في القتيل الخامس. الحكاية كانت في محافظة الغربية لما صباح اتجوزت جمعة وعاشت معاه في شقة في بيت عيلة. عاشت معاه 2 سنين، الكل يحلف بحياتها وأخلاقها وطيبتها، وهي بتخدم جوزها وبتساعده في الغيط، وكمان بتخدم حماها وحماتها اللي قاعدين معاها في نفس البيت. خلفت من جمعة ولد وبنت، وكانوا سعداء جدا لغاية ما في يوم جت تصحي جمعة ما صحيش. قامت ندهى على اخواته اللي عايشين معاها في البيت، صبحي ورمضان، اللي اتصلوا بالحكيم وجي بص عليه وقال لهم البقاء لله. ولما بص على الجثه قال لهم وفاه طبيعيه، وعمل لهم تصريح الدفن. دفنوا جمعه ورجعت صباح قعدت لوحدها، وكان حزنها ظاهر جدا للكل لدرجه انها صعبت على حماتها وقالت لها يا بنتي خلي بالك من نفسك، ده انت عندك ولاد. لدرجه انها قالت لها انا هجوزك اخوه الصغير صبحي اصغر منها ب3 سنين عشان اطمن ان الولاد في ايد امينه ويبقى حنين عليهم. وهنا صباح مسحت دموعها وقالت لها اللي تشوفوه انا تحت امركم اللي انتوا عايزين اعملوه. واتجوزت صبحي وعاشت معاه 6 شهور، وفي نهايه ال6 شهور بتصحي من النوم برضه الولد ما صحيش. ندهت على اخوه رمضان، ما هو ده اللي باقي. وجه رمضان يبص على اخوه وجاب الدكتور برضه اللي قال ان هي حاله وفاه طبيعيه، وطلع له تصريح الدفن. والبلد حزنت على الراجل ده وبقوا مش عارفين البنت دي حظها سيء ليه كده. ومحدش شك في صباح عشان في نفس الايام دي ابنها مات بنفس الطريقه فجاه وبدون اسباب، واتعمل له تصريح دفن واندفن. وفضلت صباح مع بنتها، وحماتها قالت لها انا ما اقدرش اجوزك ابني الثالث، ده متجوز ومراته قربت تخلف وانا ما اقدرش اخرب بيته. صباح زعلت من حماتها، بس صباح زعلها وحش. في يوم جت تصحيها لقيتها ما بتصحاش، ندهت على ابنها رمضان اللي جه بص عليها، وجاب الدكتور برضه اللي بص عليها وقال البقيه في حياتكم، وطلع تصريح بالدفن عشان الحقيقه الوفاه طبيعيه. وهنا ما بقاش قدام صباح غير رمضان انها تتجوزه، بس رمضان متجوز رشا، ورشا مش سهله. ورشا ولدت ولد وجوزها بقى طاير بيها، وقعد جنبها اسبوع يخدمها هي وابنها. وبعد ما نزل شغله صباح نزلت تزورها وداخله معاها طبق حلويات اللي هي متوصى عليه. حتى في الحلويات سم الزرنيخ اللي بيموت ما بيخليش فيه اثار تظهر على الميت. ولما دخلت عليها بالطبق ورشا تجاهلتها لانها عارفه ان عينها على جوزها، لكن صباح مصممه انها تاكلها من الحاجه الحلوه، فقالت لها وانت مش عايزه تدوقي اكلي؟ وهنا رشا خدت الطبق وكلت منه حاجه بسيطه. وصباح اتفاجئت برشا بتقول لها انا عارفه انت بتفكري في ايه كويس، اوعي تحط عينك على جوزي، ده عمره لا هيبص لك ولا انا هسيبك تتهني بيه. وقامت خناقه بين الاتنين. صباح عايزه تاخد الطبق قبل ما يجي رمضان ويشوف الطبق فيه ايه. قامت صباح لفه شرب على رقبه رشا وفضلت تضغط عليها، ورشا كانت خارجه من الولاده لسه ضعفانه ما قدرتش تقاوم وماتت في ايديها. صباح شالت رشا وحطتها في سريرها وكانها نايمه، بس اللي شاف كده بنت صباح. وصباح هددتها وقالت لها لو اتكلمتي هعمل فيكي وهعمل فيك. رجع رمضان من شغله سمع صوت ابنه وهو لسه داخل من باب البيت، ولقى رشا ما بتتكلمش، ولما حركها لقاها خلصانه. اتصل بالدكتور اللي جه بص عليها، بس هنا الدكتور قال ان الوفاه غير طبيعيه عشان لقى في حمار حوالين الرقبه. واتصل بالشرطه. الشرطه اتهمت جوزها وقبضوا عليه وحبسوه لمده اسبوع. وبدات التحريات حوالين الجريمه، وسالوا الناس اللي موجوده في البيت، ما فيش غير الاب والبنت الصغيره. الاب ما بيعرفش حاجه، اما البنت الصغيره فدي كانت عامله زي بديعه بنت ريا وسكينه. الشرطه كانت بتظن ان رمضان قتل مراته عشان هي منعاه من انه يتجوز صباح، ولكن المفاجاه لما سالوا بنت صباح قالوا لها عمك رمضان كان بيبات عندكم في الشقه، وكانت الصدمه. البنت قالت لهم لا، عمو رمضان ما كانش بيبات عندنا، اللي كان بيبات عندنا عمو احمد ابن خاله ماما، حتى كان موجود لما ماما اتخانقت مع طنط رشا. وهنا تم القبض على صباح وبعتوا الجثه للطب الشرعي يحللها. وكانت المفاجاه ان الوفاه مش بس بالخنق، ده كمان كان في سم زرنيخ الست كلته. وهنا امرت النيابه باستخراج جثث الناس اللي ماتت من الاسره دي وبدون اسباب واضحه. ولما فحصوا جثه جوزها وصبحي اخوه وحماتها لقاهم ميتين بسم الزرنيخ اللي حطته لهم في الاكل. واعترفت الصباح بكل حاجه، وانها كانت على علاقه بابن خالتها اللي كان بيجي لها البيت العيله، عشان الناس بتقول لك بيت عيله ما حدش بيخش، وكان بيخش لها الشقه بالليل وجوزها نايم. وكانت خطتهم انهم يخلصوا على رجاله البيت واحد ورا التاني من غير ما حد يحس عشان يورثوا هم البيت. وكان فاضل لها بس انها تقتل رمضان لما تتجوزه، ويبقى الراجل الكبير سهل بقى انها تخلص منه باي طريقه. وصدر الحكم على صباح وعشيقها احمد بالاعدام شنقا. واتحكم على صباح بالاعدام، وللاسف المره واحده كان نفسي يبقى 5 مرات. اللي موتت ابنها بالسم عشان تعرفهم ان الناس بتموت في البيت ده عادي. ولو كنت وصلت معايا لغايه هنا عليك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتخش على باقي الفيديوهات، اكيد حاجات كتير قوي هتعجبك. سلام.